بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل مشاهدينا مشاهدي قناة HB الفضائية وبرنامج قلبي يتألم. النهاردة انتقلت كاميرات البرنامج إلى محافظة كفر الشيخ لنقل حالة إنسانية. طبعا جالنا تليفون للبرنامج بيقول إن فيه سيدة تعول طفلتين وطبعا محتاجة مساعدة، فكان لازم كاميرات البرنامج تتنقل للمكان وتعرف ايه الموضوع ده اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي لما نتعرف على السيدة ونعرف ايه قصتها. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي امام مصباح شعبان. انت منين يا فندم؟ انا من كفر الشيخ. طيب انا عاوز اعرف بالظبط يعني سيبيها، انت ايه حالتك ايه؟ انا حالتي اللي انا بص عايزه مكان وخلاص اقعد فيه انا وحيالي بس. هنا انا بنام في الشوارع انا وجوزين بنات ده. انت والطفلتين دول بتناموا في الشارع الشرعيه، وكمان انتوا تروحوا هناك وتسالوا وتبحثوا كمان عني لو انا مش كذابه والله. انا مش عايزه غير اكتر من الدنيا دي، ما فيش غير عشان يكون دول بنات هم الصبيان وابوهم كمان محبوس وانا مفصوله منه خالص. انا مش عايزه اكتر من كده، غير مكان يبقى اتلم فيه انا وعيالي وبس. يلمني احسن من الدنيا دي ما فيش بس وخلاص. طيب انا بس يعني عشان بس الساده المشاهدين يكونوا معانا ويعرفوا ايه الموضوع بالظبط، ويعني عايزين نعرف يعني انت حضرتك بتقولي انت قاعده قدام مسجد الشرعيه؟ قدام مسجد الشرعيه. تمام. وبتنامي في الشارع؟ بنام قدام الجامعه. انا بس بنوه للساده المشاهدين ان احنا بنصور بالليل، فما كانش ينفع اصور معاها قدام المسجد في الضلمه، فاضطريت ان انا اخدها وادخل بيها محل علشان خاطر اعرف اصور معاها وانقل حالتها بالظبط لحضراتكم. طبعا انا بنقل الحاله دي لاصحاب القلوب الرحيمه اللي عندهم يعني ذره من الشفقه ان هم ينظروا للسيده دي وللطفلتين دول ان هم محتاجين مكان تعيشوا فيه، صح؟ نعيشوا فيه عشان دول بنات برضه، عشان دول بيبقى فيهم طمع، ما يكبروا هيبقوا فيهم الطمع دول. طفلتين، تمام. الطفلتين دول محتاجين مكان يقويهم، وطبعا السيده دي بتطالب حضراتكم طبعا في ارقام، عايزه مكان وخلاص. في ارقام مبينه على الشاشه، يعني اللي حابب يتواصل معانا على الارقام دي يقول بالظبط هو عنده استعداد يساعد السيده ديت. هي بتقول انا مش عاوزه اكتر من مكان. المكان اللي انت عاوزاه عباره عن ايه يا ستي؟ يعني مكان اللي انا انام فيه انا وعيالي، سكن، اي حاجه اكتر من كده ما فيش. لا عايزه اكل ولا عايزه اشرب ولا عايزه حد يديني حاجه خالص. انا كده كده بطلع على باب الله عشان اعرف اكل عيالي برضك، من غيرك وغيرك بيراضيني برضك. تمام. يعني انا عايز اعرف والد الطفلتين دول والدهم فين؟ محبوس وانا مفصوله منه. يعني انت مطلقه اساسا؟ مطلقه منه. احنا كان لنا شقتنا بتاعه ابوه، وفي الاخر هو اتجوز واحده ثانيه عليا، وانا رميه الكلبه في الشارع. دول كانوا عايشين مع مراته وابوه ماشي قبل هو ما يتحبس، هو لازم محبوس اليومين دول وانا مفصوله منه كمان. دلوقتي ما فيش مكان، انا هنا عند غيرك وغيرك، عند غيرك واحده ست وواحده ست، كل واحده تقول لي ما تجيبي عشان ابات عندي تاخد مني فلوسي، وانا قلت لا، انا قدام الجامعه اللي رايح واللي جاي هيشوفني، اللي رايح واللي جاي هيشوفني، يمكن حد ربنا يكرمه. الست ده الله يسترها يا رب يبارك لها في عيالها. قالت لي انا اشوف لك بتاع التلفزيون هو يعملوا كل اللي انتوا عايزينه. طيب هو مكان عايزاه وخلاص يا انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ كلمني. انت اسمك قولي له اسمك ايه؟ طب سيبيها. لا سيبيها. قولي اسمك ايه؟ لا سيبيها خالص، سيبيها خالص. قولي يا جنة. طب انت اسمك ايه يا بابا؟ صبري. صبري. انت عاوزه ايه يا حبيبتي؟ قولي زي ما انا قلت كده. انت عاوزه ايه؟
طيب كلمني. طيب مشاهدينا الاعزاء، زي ما حضراتكم شايفين الحاله معانا سيده وطفلتين، وهي مطلقه زي ما حضراتكم سمعتوا منها، وبتنام في الشارع قدام المسجد، وهي كل طلبها او كل اللي هي عايزاه ونفسها فيه ان هي تلاقي مكان حتى لو اوضه وحمام انا راضيه بس تمام يقويها ويقوي الطفلتين دول. هي بتقول انا مش محتاجه مساعده من حد، مش محتاجه ماديات من حد، لكن هي كل الموضوع اللي مكان يلمنا نوعي لكم نضيف بس. محتاجه مكان. البنت دي في المدرسه كمان في سنه رابعه، ده المدرسه. البنت دي في رابعه. خليكي معايا كده قدام الكاميرا يا حبيبتي، خليكي معايا قدام الكاميرا. الطفله ديت في سنه رابعه يا بابا. في سنة رابعة تمام. فيعني بصراحة الواحد يعني مشاعره يعني بتهتز. ونخش برضك الجامع يا أستاذ، نخش الجامع نشطفهم نغيرهم الجامع الولد زي فرح مننا، بس انتوا نفسكم هتيجوا تشوفوا الحالة كمان لو انتوا مكذبين. لا احنا مش مكدبينك، احنا بننقل الحاله للساده المشاهدين، واللي عاوز يتواصل بالسيده ويروح لها هي موجوده قدام مسجد الشرعيه. هو اسمه مسجد الشرعية. مسجد الشرعية في كفر الشيخ، اسمه مسجد الشرعية في كفر الشيخ. هي نايمة قدامه هي والطفلتين دول، أنا وجنى وصابرين. هي صابرين وجنى، لها صابرين الكبيرة وجنى الصغيرة. كان معايا بنت والله يرحمها، معايا بنت وتوفى الله يرحمها. طيب يعني انت عايشه دلوقتي في الشارع؟ والله في الشارع. بناكل ونشرب كده عادي، والناس كلها بتراضينا برضه ماشي. وادخل عيالي الحمام عادي، الحمامات اشطفهم زي ما انت شايف كده، واغسل لهم هدومهم على البتاع. لكن انت مالكيش مكان تباتي فيه؟ والله العظيم مكان انام فيه، والله بنام في الشارع والله، وربنا عزيز بيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه، يعني اللي هيكفل يتيم زي كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فرجاء أعزائي المشاهدين، أهل الخير، أهل الشفاء، أهل الرحمة، النظر للطفلتين دول يعني ما علينا من السيدة أو من الأم، لكن احنا بنتكلم على الطفلتين دول مستقبلهم بيروح فين. وطبعا دي مشاكل من المشاكل المؤرقة جدا في مجتمعنا، واللي هي يعني بتنتج عن حالات الطلاق. لما الأب والأم ينفصلوا بيكون الضحية هم الأطفال. فأنا يعني بقول يعني لكل واحد عنده قلب وعنده شفقة وعنده رحمة ينظر للطفلتين فقط لا غير. الأطفال دي بكرة هتكبر وهتبقى عرايس، ومحتاجة يعني رعاية، محتاجة رقابة، محتاجة أب، محتاجة حد يكون يعني رقيب عليهم. يعني برضو احنا بنقول يعني ما كنتش أتمنى ان انا انقل الحالة، لكن كون ان سيدة وطفلتين يناموا في الشارع، فده الموضوع بصراحة اللي هز مشاعري وخلاني انتقل الى هنا وانقل معاها التصوير ده، واضطريت ان انا اخدها وادخل بيها محل علشان خاطر مش عارف اصور في الضلمه واصور بره في الشارع. انت ليكي طلبات تانية يا ستي؟ مش اكتر من كده اللي انا قلت لك، بس صح، عشان دول بنات مصوبيان والخوف عليهم كل ما ده بيكبروا يا استاذ، كل ما ده بيكبروا وانا بخاف عليهم، ممكن حد يخبطني خبطه ولا يعمل فيهم حاجه. اصبح دلوقتي ما فيش اب موجود، ما فيش حد موجود، ولا عمام عايزينهم ولا ست عايزاهم ولا حد عايزهم. انا اللي ربنا يعيننا عليهم برضك الحمد لله. يعني انا ولا بجري على معاشات ولا بجري على اي حاجه. ان شاء الله ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وانا بجزيك خير يا رب على اللي انت هتعمله معانا. بضم صوتي لصوتك وبنقل الحاله للساده المشاهدين، ومنتظرين رقمي او ارقام البرنامج موجوده على الشاشه، وفي ارقام للتواصل برضو مع السيده صاحبه الحاله، وبتقول عنوانها تاني ان هي موجوده قدام مسجد الشرعيه في كفر الشيخ. مشاهدينا الاعزاء، رجاء وانا بتوجه بكل ما املك من احاسيس ومشاعر الى اصحاب القلوب الرحيمه للوقوف جنب هذه السيده والنظر اليها والنظر الى الطفلتين دول اللي هم محتاجين فعلا رعايه. ارجو يعني في نهايه هذا اللقاء تقبلوا تحياتي الاعلامي حماده بلتاجي، والى اللقاء.